السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل إنك واقف في ليلة هادية، تبص للسما تلاقي القمر المضيء اللي متعود عليه بيتحول فجأة قدامك للون أحمر غامق كأنه بينزف دم. المنظر مرعب لدرجة إنك ممكن تحس إن حاجة غريبة هتحصل. الظاهرة دي اسمها القمر الدموي، وارتبطت من زمان بقصص وروايات مرعبة في حضارات مختلفة. خليني أحكي لك. عند شعب الإنكا في أمريكا الجنوبية كانوا مقتنعين إن وقت القمر الدموي بيطلع وحش سماوي ضخم يهاجم القمر وبيشرب من دمه، والناس هناك كانوا يفضلوا يصرخوا ويضربوا الطبول بقوة علشان يخوفوا الوحش ويرجع القمر زي ما كان. وتخيل معاهم وانت شايف القمر أحمر في السماء وكل الناس حواليك بتصرخ بأعلى صوتها. منظر مرعب فعلا. أما في بلاد ما بين النهرين الموضوع أخطر. كانوا بيعتبروا إن القمر الدموي علامة إن الملك نفسه في خطر، ممكن يموت أو يحصل له كارثة. علشان كده كانوا يجيبوا شخص بديل يلبس لبس الملك ويقعد مكانه طول الليل، ولو حصلت مصيبة البديل هو اللي يتأذي والملك الحقيقي يفضل في أمان. يعني ممكن إنسان بريء يتضحى بيه لمجرد إن القمر بقى أحمر. وفي أوروبا في العصور الوسطى كان الخوف أكبر. القمر الدموي بالنسبة لهم كان علامة على بداية حرب أو وباء. وفي بعض الروايات التاريخية بيتقال إن قبل حرب شهيرة في إنجلترا ظهر قمر دموي ليلتها، وبعدها بأيام بدأت دماء الناس تسيل بالفعل في الشوارع. وده خلاهم يربطوا دايما بين القمر الأحمر والموت والدمار. أما في تراثنا العربي في حكايات غريبة اتقالت. ناس كانوا بيشوفوا القمر الدموي كأنه عين الشيطان اللي بتراقبهم من السماء، وكانوا يحذروا بعض: اوعى تبص للقمر كتير واللي هتتشاف وتتصاب بلعنة. وفيه روايات بتقول إن اللي يفضل يحدق في القمر الدموي وقت طويل بيجيله كوابيس مرعبة أو يتلبس بالجن. لكن مع إن كل الحكايات دي مرعبة، العلم النهاردة وضح الحقيقة. القمر مش بينور من نفسه، هو بيعكس ضوء الشمس. ولما الأرض تيجي بين الشمس والقمر في خط مستقيم بيحصل خسوف كلي. واللي بيخلي القمر أحمر مش سحر ولا لعنة، ده بسبب الغلاف الجوي للأرض اللي بيمرر الأشعة الحمراء للشمس بس ويوجهها للقمر. علشان كده بيبان لينا باللون الدموي. المميز المرة دي إننا يوم 7 سبتمبر هنشوف القمر الدموي واضح جدا في مصر ومعظم الدول العربية. بداية الخسوف هتكون بعد المغرب، والذروة حوالي الساعة 9:12 بالليل، وهيستمر لحد قرب نص الليل. وده معناه إن عندك فرصة تعيش تجربة مرعبة في شكلها لكن مدهشة في حقيقتها. القمر الدموي مش لعنة ولا نذير شؤم، لكنه واحد من أجمل المشاهد اللي بتفكرنا قد إيه الكون مليان أسرار. واللي يفضل إنك تبص للسما في الليلة دي وتعيش اللحظة بنفسك بدل ما تفضل تسمع عنها في الروايات المرعبة. بعد دقيقة اعمل لايك واشترك في القناة واكتب في التعليقات: انت شايف القمر الدموي رمز للرعب والأساطير ولا مجرد لوحة طبيعية عظيمة من صنع الخالق؟ سلام.